النهارده تم الإعلان الرسمي عن إنه هيتم تفعيل خاصية تحويل الأموال من خارج مصر لداخلها، يعني إيه؟ يعني أنت تكون مغترب مثلًا عايش في السعودية أو في الإمارات أو في أي دولة أجنبية ومعاك حساب دولار، حساب درهم، ريال، وعايز تحوّل لحد من قرايبك داخل مصر أو حد من أهل بيتك، فبدل بقى ما تستنى كذا يوم والكلام ده كله انستا باي هيفعّل لك خاصية التحويل اللحظي، بس على شرط إن أنت الفلوس اللي معاك بالعملة الأجنبية هتتحول بالعملة المصرية اللي هي الجنيه المصري، وبالتالي أنت هتحوّل الدولار هيدخل لأهل بيتك أو قريبك ده على حسابه البنكي بالجنيه المصري، وهيتم الإعلان بقى عن الرسوم على حسب البلد اللي أنت بتحوّل منها وعلى حسب البنك اللي أنت بتتعامل معاه. طبعًا الخطوة دي هتبقى مفيدة لناس كتير جدًا اللي هم داخل مصر، خاصةً إنه لو حد بيحوّل حوالة بيستنى أيام طويلة عشان توصل له الفلوس، لكن عن طريق انستا باي المفروض ده تحويل لحظي فبيوصل في ساعتها، وفي نفس الوقت هيقدر يصرف الفلوس على طول لأنها هتبقى بالجنيه المصري. بس رأيي الشخصي إن الموضوع يكون موفّر شوية، يقللوا الرسوم بتاعة التحويل تشجيعًا للناس. الخاصية دي لسه ما أعلنوش إمتى هتتفعل، بس أنا أتوقع على نهاية السنة دي أو بداية السنة اللي بعدها، وإن شاء الله أول ما يتم الإعلان عنها هاقول لكم كل تفاصيلها وكل الرسوم على قناة EG Fox Technology على اليوتيوب.